عالم اسمه باريتو. العالم هذا عالم اقتصاد إيطالي، درس توزيع الإنتاج. شوف والله يعني دراسة جديرة بأن نتوقف عندها. هو درس توزيع الإنتاج والثروة في المجتمع الإيطالي. فوجد أن 20% من المصانع في إيطاليا تنتج 80% من إجمالي الإنتاج. ماذا يعني هذا أخي مصطفى؟ يعني أن 80% من المصانع يطلع منها بس 20% إيش؟ إنتاج. طيب النتيجة الثانية، وجد أن 20% من أثرياء إيطاليا يحصلون على 80% من ثروة المجتمع. ماذا يعني هذا؟ يعني أن 80% من المجتمع الإيطالي يحصل على 20% فقط من الثروة. طيب وجدوا في الاجتماعات لما راحوا طبقوها في عدة مجالات، وجدوا أن النتائج المبهرة 80% من النتائج مسؤول عنها 20% فقط من الوقت. وهذا يعني أن 80% من الوقت ينتج فقط 20% من النتائج. لما جو يفكروا ويشوفوا لماذا 20% من الناس يحصلون على 80% من الثروة؟ لماذا 20% من وقت الاجتماع تعطي 80% من النتائج، بينما 80% من الاجتماع لا تعطي إلا 20%. فوجدوا أن الفرق في النشاط. الفرق في ماذا؟ في النشاط. طيب خلينا نعطي مثال، وأنا سحبتها على الجانب الإيماني. مثلا في الجانب الإيماني، جميل، الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة. ب100,000 صلاة. طيب كم تقضي في الصلاة في الحرم المكي؟ وقت قصير جدا، ولكن يعطيك مردود إيش؟ عالي جدا، 20-80. طيب في الجانب الاجتماعي، صلة الرحم مردودها عالي جدا. طيب في الجانب الاقتصادي، الناس تحب الحديث في الجانب الاقتصادي. أنا ماني بخبير اقتصادي، بس بعطي يعني شيء من واقع الخبرة الشخصية. في الجانب الاقتصادي مثلا العقار نشاط عالي المردود، ولذلك في كل جانب من جوانب الحياة يوجد أنشطة عالية المردود. طيب أنت في جانبك الوظيفي، في الجانب الوظيفي التدريب عالي المردود. طيب ما معنى التدريب؟ أنت الآن تتدرب في مهارة، مهارتين، 3، 4 في مجال عملك، فتصبح مطلوب. بكرة لما تقول لرب العمل أنا سأغادر، يقول لك ابقى لدي وسأرفع راتبك. طيب رفع راتبك بعد توفيق الله بسبب ماذا؟ بسبب النشاط عالي المردود الذي قضيت فيه وقتك. طيب بكرة تتصل عليك جهة تقول لك تعال درب عندنا في المكان الفلاني، وتعطيك إيش؟ يعني دخل عالي أو مردود مالي عالي. ما السبب؟ السبب النشاط. فيا أخواني، لو رجعنا نربط بين هذا القانون وبين ترتيب الأولويات، نقول تذكروا المربع الثاني اللي هو مربع إيش؟ مربع الهام غير العاجل. إيش موجود فيه؟ التخطيط عالي المردود، التدريب عالي المردود، القراءة عالية المردود، قيام الليل عالي المردود، صلة الرحم عالية المردود، الصلاة في الحرم المكي عالية المردود. من الآن حددوا ما هي النشاطات عالية المردود التي تقضون فيها 20% من أوقاتكم وتجلب لكم 80% من النتائج.